يا عم باسيرو، يا عم باسيرو ابوس ايدك، احب على دماغك. انت واقف على الخط وضارب البدله وعامل فيها حسين فهمي في مسلسل وش تاني. ليه بتلعب 3 4 3؟ ليه بتلعب بثلاث مدافعين؟ انا عايز افهم ليه ثلاث مدافعين. دي فرق بتهاجمك من تلت ملعبها. ليه بتلعب بقى بثلاث مدافعين؟ ليه 3 4 3؟ ما تلعب 4 2 3 1. لما تعوز تلعب ب 3 4 3 العب مع بيراميدز، مع الاهلي، فرق دي فرقه هتدوس على وشك، معاها سكواد قوي وفرقه هتدوس على وشك، فالعب 3 4 3 معاهم، امن ورا ما عنديش مشكله خالص، والعب على الهجمه المرتده، اعمل اللي انت عايز تعمله وامن ورا. انما الفرقه زي دي العب، انت لازم تكسب 4 2 3 1، راح دماغك. وبعدين حد يقول للمدافعين اللي ورا ده رابع هدف يخش فيك بنفس الطريقه، من الكرات الثابته، الكرات العرضيه، الكرات الثابته. اللعيبه قلنا 100 مره، في لعيبه بتبص على الكوره وفي لعيبه بتراقب الناس اللي واقفه في ال 18. كل اللعيبه برضه بص على الكوره. ده رابع هدف يخش فيك بنفس الطريقه، بنفس الاسلوب. حد يفهم المدافعين اللي ورا التمركز في الحالات دي بيبقى عامل ازاي. ده يعني ده اساسيات كوره، ده احنا بنتكلم في اساسيات كوره. معقوله يعني لغايه دلوقتي ومش عارفين بيقفوا ازاي؟ اساسيات كوره. وبعدين انت الطريقه اللي انت بتلعب بيها دي، عندك ناصر ماهر، غير ان هو نازل ومكشر وقالب وشه، طالع برضو مكشر وقالب وشه، عشان الطريقه اللي انت بتلعب بيها ملعبه طرف، هو ما بيلعبش جناح. ما انتش تلعب 3 4 3 شايل واحد من خط النص، هو ما بيلعبش جناح. العب 4 2 3 1 وحطه هو في النص. الطريقه اللي انت بتلعب بيها دي بتخنق الوينجات.